عايزك كده تركز في الارقام اللي هقولها لك دلوقتي دي وتتوقع مين اللاعب ده. 93% هدف في الماتش، 58% اسيست في الماتش، مساهمه كل 58 دقيقه. وكل اللي انا قلته لك ده في اقوى دوري في العالم. اكيد اول حاجه هتيجي في بالك بعد ما تسمع الارقام دي ان ده افضل لاعب في الكوكب كله، صح؟ بس الحقيقه لا، ده محمد صلاح. والمفاجأة إن هو مش مرشح من أول 3 هيفوزوا بالبالون دور السنة دي. علشان تستوعب الصدمة، الأرقام اللي قلتها لك دي تدخل محمد صلاح مستريح المنافسة على أقوى موسم فردي في التاريخ. مش بس إنه ينافس على البالون دور السنة دي، بس المفاجأة إن هو مش مصنف. بس عادي، ده صلاح ومحدش بيهتم. ده مش أول مرة يحصل مع محمد صلاح. الراجل ده حرفيا بأرقامه وإنجازاته من أحسن اللعيبة اللي جت في التاريخ، بس كل مرة بيتعامل كأنه مش موجود. حتى لما بتيجي سيرة أحسن لاعب في أفريقيا دايما محمد صلاح اسمه مش بيتذكر، والغريبة إن في مصريين شايفين إنه مش الأفضل فعلا. وبعد ما جدد عقده السنة دي وكسب الدوري والمعنويات مرتفعة، ممكن الموسم اللي جاي نشوفه ثالث الهدافين التاريخيين للدوري. كل اللي انا قلته لك ده عايزك تعرف ان محمد صلاح دخل الدوري الانجليزي وهو عنده 25 سنه، يعني ما بدأش فيه من الصفر. وعلشان تستوعب ارقام محمد صلاح القياسيه، فثالث الهدافين التاريخيين للدوري الانجليزي حاليا هو روني. عايزك بقى تعرف ان روني لعب ضعف عدد الماتشات اللي لعبها محمد صلاح. على الناحيه الثانيه بقى تيري هنري عنده اهداف اقل، اسيستات اقل، بطولات اقل، ما سجلش في الفاينل ولا كسب دوري ابطال اوروبا قبل كده، وبيتقال عليه انه احسن من محمد صلاح. مش غريبه دي شويه؟ الناس دي هتلاقيها بتقول على محمد صلاح حجج كتيرة، زي انه محظوظ او اناني او بتاع ضربات جزاء، وفي ناس بتقول عليه اوفر ريتد، وفي ناس تانية بتقارنه بلعيبة زي ايدن هازارد اللي هو شطب واعتزل من بدري. والحقيقة اني مش لاقي رد على الناس دي. اكيد في سبب لكرههم لمحمد صلاح. صلاح مش بيحب الظهور الكتير، لا بيكسر كراسي ولا بيطلع لايف على السوشيال ميديا ولا بيتخانق مع المدربين بتوعه ولا بتاع لقطة وشو والجو اللي احنا عارفينه ده. الراجل احترافي جدا وبيتعامل مع كرة القدم كأنها شغلانته حرفيا، يعني من البيت للملعب ومن الملعب للبيت. وعلشان بقى اثبت لك كلامي ده، فمحمد صلاح خلال 7 سنين قضاهم في ليفربول ما طلعش على السوشيال ميديا غير مرتين بس. محمد صلاح مع ليفربول اكتر لاعب كسب جوائز فرديه ب 91 جايزه، والفيفا علشان ترضيه بيدوله جايزه بوشكاش. طب والبالون دور يا عم الحاج؟ لا والله، كل مره يطلعوا حجه علشان صلاح ما يكسبهاش. من الحجج اللي طلعوها دي وقال لك ان افريقيا مش محسوبه، لدرجه ان جالاجر طلع بنفسه وقال لك افريقيا مش مصنفه في الكره الذهبيه ولا بتتحسب اصلا. طيب احنا كمصريين دلوقتي مش من حقنا نحلم؟ يعني احنا ولا بنكسب كاس عالم ولا يورو ولا كوبا امريكا زي الناس دي، مش من حقنا نشوف محمد صلاح بيكسب البالون دور؟ صلاح اصلا خلى طموحنا عالي وحط مصر على الخريطه الكرويه من اول وجديد لما صعدنا لكاس العالم قدام الكونغو. والمشكله انه في اول موسم ليه مع ليفربول حط سقف غير واقعي لنفسه، انه ساهم ب 58 مساهمه في اول موسم بس. ده رقم خيالي واعجازي في الوقت اللي ميسي وكريستيانو لسه بيلعبوا فيه. بس للاسف يتصاب في نهائي دوري الابطال الموسم ده، والليفر يخسر من ريال مدريد، والبالون دور تروح للوكا مودريتش. ومن ساعتها كل ما محمد صلاح يطور من نفسه ويغير في اسلوب لعبه وكل حاجه، الناس تفضل حابسه في تهمته القديمه. سنه الناس تقول عليه اناني ومش بيصنع كتير، يجي السنه اللي بعدها يصنع كتير ويبقى اكتر لاعب عمل اسيستات في الدوري، يقولوا لا الاهداف بتاعته قلت ومبقاش بيسجل. لدرجه ان في موسم محمد صلاح سجل اهداف فيه اكتر من ساديو ماني لما كان بيلعب في البايرن، وساديو ماني خد المركز الثاني في البالون دور، مع ان الاثنين افارقه وزي بعض، ومع العلم ان ساديو ماني ما كانش اساسي مع البايرن اصلا. عايزك تعرف ان محمد صلاح رابع اكتر لاعب في التاريخ يصنع اهداف ويسجل اهداف في تاريخ الدوري الانجليزي كله. بس هل من الطبيعي انه ما يترشحش للبالون دور او يكسبها بسبب ضربات الجزاء اللي ضيعها مع منتخب مصر؟ انا مش بقولك ان محمد صلاح لازم يكسب البالون دور، انا بقولك لا، لازم نحترمه ويتقيم زيه زي اي حد، لان لو في لاعب حقيقي اتظلم في العصر الحديث ده فهيكون هو محمد صلاح. بس السؤال بقى، هل لو محمد صلاح ده كان من بلد تانية او كان بيتكلم لغة تانية، هل كان هيكسب البالون دور، ولا هي اصلا الجائزة دي مش ليه من الاول؟ عايزك بقى تكتب لي رأيك في الكومنتات، يمكن ناخد رأيك ونعمله حلقة جديدة. دي قناة نلعبها صايمة، وما تنساش ان الكرة مش اكل، بس احنا جعانين كرة.